مع الأسف الشديد في دكاترة كتير قوي حاسين نفس الإحساس. احنا فجأة حاسين ان احنا مقصرين وما عملناش اللي علينا قبل كده، في ان احنا ما ذاكرناش كويس قوي، وان احنا ما جبناش تقدير عالي، والتكليف اتلغى، والموضوع طلع بجد، وان فعلا ممكن ما نتكلفش. فاللي هو نتصرف ازاي؟ طب احنا مستقبلنا عامل ايه؟ انا فاهمة الإحساس ده كويس قوي، بس هقولك تعملي ايه. هقولك الحلول الصح اللي انتي المفروض تعمليها. اول حاجه، ما نقعدش نبكي على الاطلال. اللي فات مات. اي قرار او اي حاجه حصلت فهو خلاص، اللي حصل حصل. طالما الحاجه دي ما ينفعش تتصلح، يعني أنا لو ما فيش حاجه اعملها تصلحها فخلاص، اللي فات مات. طب انا اقدر اعمل ايه؟ هقدر ان انا اشتغل على نفسي. انا الحاجه الوحيده اللي اقدر استثمر في نفسي فيها. والله انا زعلان من التقدير اللي فات ومش عارف انا المفروض اعمل ايه، وخلاص انا في امتياز وتقديري مش كويس ومش هعرف يعني لو التكليف مثلا بالتقدير فانا مش هعرف، ممكن ما اتقبلش، نسبه قبولي ضعيفة. طيب ممكن يكون ليا نصيب في اتجاه جامعة، مثلا اتعين في الجامعة، ممكن افتح بيزنس خاص بيا، ممكن اشتغل في مكان كويس، ممكن اسافر بره. في 5000 الف طريقة. طب انا هختار الطريقة الصح دي ازاي؟ وهعرف الطريق ده اساسا كويس ولا لا؟ وهوصل للفرصة دي اصلا ازاي؟ ان انا اشتغل في جامعة، ولا اسافر بره، ولا افتح مكان، ولا اكون حد شاطر وناجح وعندي حالات؟ بان انا استثمر في نفسي. اللي فات مات. اقعد اشتغل على نفسي وادي كل طاقتي لشغلي على نفسي. بشتغل على نفسي في كل حاجة، بشتغل على نفسي في مجالي، بطور من نفسي. انا غير بكرة غير بعده غير بعده، كل يوم احسن من اللي قبله، كل يوم انا بكبر، كل يوم انا بتحسن. هلاقي الفرصة بتجيلي لحد عندي، وهلاقي الفرص بتتعرض عليا كويسة. مش هقعد في البيت من غير شغل. الشاطر اللي بيشتغل على نفسه ما بيقعدش من غير شغل. اهم حاجة ان انتي تعرفي تمشي امورك، تشتغلي على نفسك وتكوني مطلوبة. اهم حاجة تشتغلي على نفسك وتخلقي النيد ان انت تكوني موجودة، ان المكان يدور عليكي. انا عايز فلانة، مكانها عندي، محتاجها عندي، دي اضافة للمركز عندي. هتشتغلي. متشيلوش هم ده، سيبوا الدنيا على ربنا. انتوا كل يوم هتلاقي سكك بتتفتح لك. المهم ان انت استغلي الفرص، ما تركنيهاش. تمام؟ وربنا هيكتب لك الخير طالما انت شخص بيسعى وبيعمل اللي عليه، وبيحاول ان هو يطور من نفسه، وبيحاول ان هو يشتغل. اهم حاجة ان احنا نعمل ايه؟ نشتغل على نفسنا بس.